فيه أحد الشباب اسمه عمر. هذا عمر صديقي وأخوي، وحنا مجموعة دائما نجلس مع بعض. هذا الشاب عمر علاقتي فيه مي بعلاقة عادية، لأن هذا الشاب في الحقيقة من الأيتام اللي يعني حرموا من حنان الأب والأم من الطفولة. هذا الشاب الصغير عمر الآن عمره 30 سنة وهو يدرس في الجامعة. بتقولون الجامعة و30 سنة؟ إيه، حصلت له بعض الظروف لكنه تغلب عليها والآن يدرس في الجامعة. عمر لما كان صغير كان يسكن في دار رعاية الأيتام في الرياض، ولما كان في الحقيقة في الصف الرابع أو صف الخامس الابتدائي كان يدرس في مدرسة أهلية، وكانوا معه 2 أيتام أيضا من نفس الدار. وتعرفون الأطفال يصير بينهم مشاكل، ففيه أحد الأطفال اسمه عبد الله من عائلة وقبيلة معروفة، صار بين عمر وبينه مشكلة، فصارت بينهم خناقة أو مضاربة حنا نسميها. اللي حصل إنه هذا عمر يقول وأنا صغير في رابع ابتدائي كان معي، جبت معي دبوس ونغزت عبد الله في يده. فعبد الله راح لهله واشتكى لهله، قال لهم إن هذا الولد ضربني. جت أم عبد الله تشتكي على عمر، وهي ما تدري إن عمر يتيم ولا تدري عن وضع عمر، فقالت لهم هذا ضرب ولدي ويهدد ولدي. فقالوا لها إدارة المدرسة نتمنى منك تسامحينه وتتجاوزين عنه، وإحنا بنكلمه حتى ما يكررها، لأن هذا الولد يتيم في الحقيقة يا أم عبد الله. فلما قالوا لها أن الطفل هذا يتيم انكسر قلبها، وكانت رقيقة جدا أم عبد الله، فحزنت إنها جت تشتكي عليه. شوفوا يا جماعة الخير كيف الرحمة وكيف الألفة. وقالت طيب هذول منين جايين؟ منين جايبينهم؟ قالوا جايبينهم من دار رعاية الأيتام في الرياض. وفعلا كلمت أبو عبد الله وقالت له تواصل معاهم دار الرعاية هذولا، خلهم يمكن يسمحون للأطفال ذولا يجون عندنا في البيت. وفعلا أبو عبد الله تواصل مع دار رعاية الأيتام في الرياض وقال لهم يا جماعة الخير نبغى الأطفال اللي اسمهم عمر وفلان وفلان تجيبونهم عندنا في البيت. هل فيه يعني أسلوب معين أو شيء معين نعمله حتى تجيبونهم عندنا؟ فقالوا ما في مشكلة، احنا عندنا نظام اسمه نظام الأسرة الصديقة. الأسرة الصديقة هي الأسرة اللي تستضيف بعض الأيتام في إجازة نهاية الأسبوع. وفعلا تم التنسيق، والأطفال هذول الثلاثة بدل ما كانت بينهم وبين عبد الله مشاكل، عبد الله وأخوه تركي، لا، صارت أخوة وصداقة. وصاروا هذول الأيتام الثلاثة ومنهم عمر بطل قصتنا يتردد على بيت أبو عبد الله، ويجلسون في نهاية الأسبوع معهم يلعبون ويأكلونهم وكذا. وكانت أم عبد الله تعمل أشياء جميلة لهؤلاء الأطفال، كانت تشتري لهم ألعاب وكانت تخليهم يلعبون كرة القدم. فكانوا هذول الأطفال مبسوطين جدا جدا جدا، وحسوا بجو الأسرة وحسوا بجو الأب والأم. في يوم من الأيام بعد فترة قررت دار رعاية الأيتام أنها تمنع ذهاب هؤلاء الأطفال إلى بيت أبو عبد الله في نظام معين، والظاهر أنهم وصلوا لسن معين وخلاص. عمر أثناء في آخر يوم لتواجده في بيت أبو عبد الله كان يبكي، وكان يقول لأبو عبد الله يا أبوي لا تخليني أروح، يا أمي لا تخليني أروح، خلوني عندكم ولو في الملحق، خلوني أنام عندكم ولو في الملحق. الملحق يا جماعة هو عبارة عن غرفة تكون خارج البيت في الحوش، فيقول خلوني عندكم، أنا حبيتكم لا تخلوني أروح. فكانوا هم متضايقين ودموعهم على خدهم، وقالوا ما نقدر يا ولدي، دار رعاية الأيتام يعني تخضع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخلاص احنا انتهى دورنا معك. تركوه وهم في غاية الألم،
وحاولوا أنهم يرجعون الأولاد هذولا يزورونهم في البيت، لكن ما استطاعوا. انتقلت دار رعاية الأيتام إلى مكان آخر، ومرت السنين، وعمر ما نسى هذه الأسرة اللي غرست فيه حبها وغرست فيه المودة. كبر عمر، لكنه كبر وهو يفكر في أبوه أبو عبد الله وأمه أم عبد الله، وكان يدورهم بس ما لقاهم. حتى أنا شخصيا كلمني وقال لي يا أبو أحمد يا أخي ما تعرف وين ألقاهم؟ قلت له يا عمر كيف تلقاهم وانت ما تعرف إلا اسم العائلة؟ اسم العائلة ما ينفع، اسم العائلة فقط حتى تجد هذه الأسرة، لأن عائلتهم أصلا من قبيلة معروفة ومنتشرة وكثيرة، فكيف تلقاهم؟ لكنه ما فقد الأمل، كان يبحث عنهم. في يوم من الأيام قبل حوالي شهرين رايح إلى أحد المولات، فشاف حارس أمن واقف عند الباب ولقى اسمه مثل اسم هذه الأسرة، فقال له يا أخي والله العظيم في أسرة ربوني وأنا صغير ويا ليتني ألقاهم. فقال له هذا حارس الأمن يا أخي شو اسمهم؟ قال اسمهم أسرة آل فلان. قال أسرة آل فلان فيها آلاف مؤلفة من الأشخاص، ما تعرف اسم أمهم اسم أبوهم؟ قال اسم أمهم أعرفه. قال وش اسم أمهم؟ قال اسم أمهم فرح. قال فرح؟ الاسم مميز وغريب يا جماعة، لأنه اسم غريب علينا إحنا في مجتمعنا، إحنا ما نسمي هذا الاسم، فهذا الاسم مميز وسبحان الله العلي العظيم. قال له حارس الأمن عندي بنتي تدرس في مدرسة ومعها واحدة أذكر أنها قالت لي أن أمها تقول أن أمها اسمها فرح، خلني أسأل بنتي. فقال له أخونا عمر خذ راحتك يا أخي، وأعطاه رقم الجوال. وفعلا حارس الأمن هذا كلم بنته، قال لها يا بنتي أنا سمعتك مرة تتكلمين أن عندك صديقة اسم أمها فرح من نفس أسرتنا. قالت إيه والله يا أبوي صديقتي فلانة اسم أمها فرح. فرح بنت من؟ بنت فلان الفلاني. فقال سبحان الله هذه اللي يدور عليها هذا الشاب. قالت لي يا أبوي وش السالفة؟ قال السالفة جاني ولد اسمه عمر يقول إن أبو عبد الله وأم عبد الله اللي هي أم فرح اللي هي فرح ربوه وهو صغير، فأنتي اسألي صاحبتك وتسأل أهلها. فعلا هذه راحت كلمت أهلها وقالت لهم، قالت يا أبوي يا أمي فيه واحد يسأل عنكم اسمه عمر يقول إنكم ربيتوه وهو صغير. فقالوا إيه والله وينه يا بنتي؟ قالت موجود رقمه، هذا رقمه أعطتني إياه صديقتي فلانة عن أبوها حارس الأمن. وفعلا أخذوا الرقم يا جماعة الخير وتواصلوا مع عمر بعد 20 سنة. بعد 20 سنة بحث هو يبحث عنه، كانوا هم يبحثون ويدورون عنه لكن ما حصلوه، وسبحان الله العلي العظيم وجدهم ولقاهم وتم التواصل بينه وبينهم. طبعا الجماعة صار بينهم وبين عمر تواصل بالجوال، وسلموا عليه وسلم عليهم، وكانت الدموع وكانت الفرحة الشديدة. وطلب عمر انه يزورهم ويشوف ابوه ويشوف اخوانه عبد الله وتركي، فقالوا له ان شاء الله باذن الله يا ولدي نسق وتجينا تمرنا. اللي حصل يا جماعة الخير انه اعطى رقم احد اصحابه وهو ابو عبد الله، واحد من زملائنا اسمه ابو عبد الله، اعطى رقمه لهذه الاسره وقال لهم هذا رقم صديقي ابو عبد الله اللي كان له دور في تربيتي وتثقيفي وتعليمي وانا اكن له بالفضل. فاعطاهم الرقم. فهذا الوالد اتصل على صاحبنا ابو عبد الله وقال له يا ابو عبد الله انا عندي يعني إبل وعندي حلال في البر وعندي مخيم فخم وأنا الحمد لله من رجال الأعمال، فأبغاك تجيب لي عمر. فقال له صاحبنا بإذن الله أجيبه، لكن وش رأيك نسويها له مفاجأة ونخليه يجي وهو ما يدري إنه جاي لكم؟ فقال والله يا ليت. وفعلا يا جماعة الخير اجتمعنا أنا علي التميمي
وأبو عبد الرحمن أحد أصحابنا، وأبو عبد الله أحد أصحابنا، ونسقنا التمثيلية على عمر، وقلنا لعمر: يا عمر، حنا بنروح للبر قبل حوالي أسبوعين يا جماعة، بنروح للبر معزومين في مخيم فيه يعني إبل ونياق وكذا، ونبغاك تخاوينا بعد صلاة الجمعة. فقال: ما عندي مانع يا جماعة الخير. قلنا له: ترى ما عرضنا على غيرك، احنا نبيك انت. قال: خلاص أنا معكم. وهو ما يدري يا جماعة الخير انه بيروح للناس اللي ربوه. وفعلا يا جماعة الخير صلينا الجمعة وانطلقنا وطلعنا من الرياض ورحنا إلى المنطقة هذه، تبعد تقريبا 200 كيلو عن الرياض. وصلنا للمخيم. كان المخيم هذا صاحبنا اللي هو والد عمر اللي رباه وهو صغير، كان ترك المكان وراح بسيارته حتى احنا ندخل ونسلم ونتعرف على الحاضرين وما يحس بشيء عمر. وكانوا الحاضرين مجموعة من أصدقاء أبو عبد الله، ومعلمهم عن الموضوع ومعلمهم عن السالفة. واللي حصل يا جماعة الخير إن حنا دخلنا وسلمنا وجلسنا كلنا، أنا وأبو عبد الرحمن وأبو عبد الله ومعنا عمر، جلسنا نتقهوى وناخذ ونعطي، وعمر ما هو حاسس بشيء. وفي لحظة من اللحظات دخل علينا أبو عبد الله اللي هو ربى عمر هو صغير. اللي حصل يا جماعة الخير موقف ما أنساه أنا شخصيا في حياتي كلها. رفع رأسه عمر ونظر، يحاول يتحقق، هذا والدي اللي من 20 سنة ما شفته. وفعلا يا جماعة الخير تقدم عليه أبو عبد الله وعانق عمر، وبكى عمر وبكى أبو عبد الله. وأول مرة في حياتي أشوف عمر يبكي هذا البكاء وهو مصدوم، ما هو متخيل إنه جاي يشوف والده. وكانت الأحداث كلها مصورة، كان في أحد الأخوان الحاضرين صور كل هذه الأحداث ونقل هذا التصوير لوالدته اللي ربته وهو صغير، اللي هي فرح أم عبد الله. كانت الفرحة غامرة يا جماعة الخير. أنا في هذه الفرحة وهذه الدموع سألت عمر، هذا الشاب اليتيم مجهول الأبوين، قلت له: يا عمر، ليش بكيت كل هذا البكاء لما شفت والدك أبو عبد الله اللي رباك وانت صغير؟ فقال لي: يا أبو أحمد، شعور إن ما يكون عندك والدين وتطلع على الدنيا وانت ما عندك أب وأم، تطلع على الدنيا وانت تتربى في ملجأ، شعور مؤلم انتم ما تحسون فيه، احنا نحس فيه. هذول الناس، والدي أبو عبد الله ووالدتي أم عبد الله، احتضنوني وأنا صغير وعطوني شيء أنا ما لقيته أبدا في حياتي كلها، لذلك لا تلومني إذا أنا حبيته. الذي حصل يا جماعة الخير أننا جلسنا ذيك الجلسة الجميلة من العصر إلى الليل في مخيم أبو عبد الله، تفرجنا فيها على الإبل، تفرجنا فيها على الحلال، وهو رجل الله سبحانه وتعالى منعم عليه، والله يجزاه خير عشان عشا فاخر ذبح لنا ذبيحة. وجلسنا وقال في ذيك الجلسة: زواج عمر علي بإذن الله، كل ما يحتاجه في زواجه من 1000 إلى 1,000,000 أنا اللي بدفعه بإذن الله. وهذا صراحة شيء أثلج صدورنا جدا جدا جدا. بالأمس كنت مع عمر وكان رايح في زيارة لهم وكانوا مهدينه هدايا، ووالدة عمر تقول: والله إني فرحت برجوع عمر لنا وشوفتنا له كأني يعني فرحت بولدي الحقيقي اللي أنجبته أنا من بطني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم وأن يوفقهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ممكن بعضكم يقول: هذا مو بيتيم، هذا مجهول الأبوين. مجهول الأبوين أشد يتمن من اليتيم العادي، وهذا كلام علمائنا. السبب يا جماعة أن هذا الشاب ولد مظلوما من أبوين تخلوا عنه، فهو لا يعرف آباءه وأبوه وأمه، ولا يعرف أسرة ولا له أقارب ولا شيء. بينما اليتيم العادي فقد أبوه وأمه أو أحدهم، عنده أعمامه، عنده أخواله، عنده أسرته الكبيرة. هذول ما لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا لنا
كل الأيتام يا جماعة الخير نحسن إليهم ونحبهم. لو لم يجد الواحد منا إلا أن يمسح على رأس أحدهم فهو على خير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. خلونا ننتقل لعطرنا الثاني. هذا يا جماعة الخير أحد الأخوة المصريين مهندس أرسل لي قصة عجيبة جدا جدا حصلت لصديقه المهندس أحمد. الذي يحدثني بالقصة هو المهندس خالد وصاحبه هو المهندس أحمد. يقول المهندس خالد: المهندس أحمد صديقي من يوم كنا في الجامعة، كنا مع بعض في الهندسة، درسنا مع بعض. يقول أحمد من شدة حبه لمكة، شدة حبه للسعودية، عرضت عليه رحلة عمرة إلى مكة قبل الاختبارات النهائية في إحدى سنوات دراستنا في الجامعة. ففضل أنه يروح يعتمر وتخلى عن الاختبارات وتأخر سنة في الدراسة حتى يروح يعتمر. وقال كلمة، قال: ما أستطيع أضمن نفسي حتى أعيش وأعتمر، أروح وأعتمر والدراسة أنا لاحق عليها. هذا الشاب الجميل يعطيك هذا وجهة نظر عنه وعن تفكيره. يقول المهندس خالد: تخرجنا من الجامعة واشتغلنا فترة في مصر، ثم قدمنا على بعض الشركات، فرحنا نشتغل في السعودية أنا والمهندس أحمد. المهندس أحمد في شركة وأنا في شركة، وكان عملنا في المنطقة الغربية. أحمد مبسوط إنه في المملكة وتحديدا في المنطقة الغربية، لأنه سيتردد على مكة كثيرا للعمرة وأيضا الحج إذا الله وفقه للحج. لكن المشكلة إنه كان يشتغل في شركة يعني متواضعة، شركة عادية، وكانت الرواتب فيها ضعيفة. وأنتم تعرفون الواحد يسعى دائما إلى تطوير مستواه المادي، مستواه الاقتصادي، حتى يواجه أعباء الحياة. اللي حصل يا جماعة الخير إنه بدأ يقدم على الشركات المرموقة والعالمية. إحدى الشركات العالمية اهتمت في المهندس أحمد، خصوصا أنه رجل متفوق وعلميته قوية. هذه الشركة لها فرع في الإمارات العربية المتحدة في دبي تحديدا، ولها مشاريع ضخمة. هذه الشركة العالمية اختبروه وعملوا معه مقابلة ونجح فيها أحمد، وفعلا تعين أحمد في هذه الشركة في دبي. كان شديد الحزن أنه بيفارق المملكة وبيفارق بلاد الحرمين الشريفين، لكن كان عزائه أنه قريب في دبي، وراح فعلا لهذه الشركة. الشركة عينوا أحمد في قسم الجودة، قسم الصبات الخرسانية. تعرفون شركات المقاولات أقسام، من ضمنها قسم الجودة والصبات الخرسانية. وكان أحمد مجتهد في عمله فعلا. في يوم من الأيام كان عندهم مشروع، واستلم أحمد من المهندسين المكان حتى يصب الصبة. طبعا تعرفون يستلمه بعد النجارة وبعد الحديد وتجهيزه للصبة الخرسانية. لما استلمها أحمد وجد فيه مشاكل، فطلب من المهندسين يرجعون ويعدلون بعض التعديلات حتى يصبون الصبة. وفعلا المهندسين بدأوا يراجعوا، وكان أحمد في موقع المشروع نفسه. في هذه اللحظات وهم واقفين جاء أحد المراقبين، وهو من جنسية عربية، وهو ذو قرابة مع كبار مسؤولي الشركة. هذا الرجل فيه غرور وفيه عنجهية، فكان يتفقد المشروع وكان رافع صوته بالشتائم والسباب. بعدين سألهم، قال لهم: ليش ما صبيتوا الصبة حتى الآن؟ ليش ما نفذتوا الصبة؟ فقالوا له العمال وقالوا له المهندسين الآخرين إنه المهندس أحمد وقف الصبة لأنه في بعض المراجعات من المهندسين حتى يراجعونها ونصب الصبة بإذن الله. غضب وزمجر وبدأ يسب، حتى وصل الأمر فيه يا جماعة الخير أنه سب الذات الإلهية. في هذه اللحظة تعرفون العمال كل واحد يعني حريص على رزقه،
فما دخلوا معه في كلام ولا حد وجه له أي كلام إلا المهندس أحمد. لم يقبل بهذا وبدأ يرفع صوته وبدأ يكلم هذا المراقب والمسؤول، وبدأ يعني يوجه له العتب الشديد على أنه يقوم بالسب واللعن وسب الذات الإلهية تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون. فحصلت مناوشات بينهم، واستطاع العمال الموجودين والمهندسين الموجودين أنهم يهدون الأمور. وقال أحمد أنا ما راح أترك هذا الموضوع، والله يا أنا يا هذا الموضوع، لأن الموضوع يا جماعة يمس الذات الإلهية. إيش عندنا أغلى من الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام؟ فالذي حصل أن أحمد تمعر وجهه وتغير وجهه وقال أنا لابد أتخذ موقف. اللي صار أنه أحمد رجع للسكن وهو متضايق جدا ولا عرف ينام، وقام أرسل على البريد الإلكتروني للمركز الرئيسي للشركة، وأرسل للمدير الإقليمي، وأرسل لكل المدراء والمسؤولين بريد إلكتروني يقول لهم فيه، يصف لهم الذي حصل من هذا المراقب ويسميه باسمه، ويطلب منهم اتخاذ إجراء عاجل تجاه هذا التصرف الأرعن من هذا الرجل. وأمهلهم أحمد 48 ساعة، قال لهم لكم 48 ساعة، إن ما استطعتم أنكم تتخذون قرار وتشوفون حل اللي حصل، أنا راح أصعد الموضوع بطريقتي. عدت 24 ساعة ما شاف نتيجة أحمد، ولا جاء ردة فعل، ولا جاء أي اتصال ولا أي تواصل. عدت 24 ساعة الأخرى ونفس الكلام، ما جاء أي رد. أرسل لهم رسالة يذكرهم فيها لكنهم ما ردوا عليه وتجاهلوه. أحمد مباشرة تواصل مع شرطة دبي وشرح لهم الموضوع كله. استدعوه شرطة دبي وفتحوا تحقيق في الموضوع، ثم قالوا له روح للمشروع اسبقنا وإحنا جايينك. وفعلا أحمد راح للمشروع. طبعا المراقب هذا أو المسؤول هذا ما له مكتب محدد، فاحتمال كبير أنه ما يكون موجود في الموقع، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أنه يكون موجود في ذلك الوقت. جاءت شرطة دبي ودخلت للموقع. استغرب الحاضرين لأنه هذه شركة عالمية وما لا يعني مشاكلها تكاد تكون صفر يعني، فجيت الشرطة بهذا الشكل ليش؟ التقى معهم أحمد وأخذهم أحمد حتى وجدوا الرجل فعلا. ألقوا القبض عليه وسألوه، تحققوا منه، وفعلا أقر هذا الرجل بأنه فعلا عمل هذا الفعل الشنيع. بكى وانهار. أخذوه معهم لشرطة دبي وخرج قرار بإبعاد هذا الرجل من دبي، من الإمارات العربية المتحدة. الذي حصل يا جماعة الخير أنه الشركة ما مشت هذا الموضوع لأحمد، واعتبرت أن هذا تصرف قوي منه وأنه تجاوز حدوده فيه. لكن المشكلة أنهم بينهم بين أحمد عقد، فما يستطيعون ينهون العقد. الذي حصل أنهم ألغوا علاقة أحمد بقسم الجودة والصبات الخرسانية وحولوه لقسم التشطيبات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. بتقولون كيف؟ أقول لكم بعدين. الذي حصل أنه راح للتشطيبات وقعد فعلا فترة لا بأس بها بالتشطيبات حتى هضم شغل التشطيبات. إذن عنده الصبات الخرسانية والجودة وعنده التشطيبات. حس أحمد أنه الجماعة ناويين على إلغاء عقده، فبدأ يبني سيرته الذاتية اللي احنا نسميها CV، وبنى سيرته الذاتية وبدأ يراسل الشركات العالمية. فيه شركة عالمية لها أعمال كبيرة في الشرق الأوسط وخصوصا في السعودية، وصلها الCV السيرة الذاتية للمهندس أحمد. تواصل المدير الإقليمي من كندا مع أحمد وأبدى اهتمام فيه، وبدأ يحاور أحمد، فوجد أن أحمد على قدر كبير من العلم والفهم والخبرة. فقال له يا أحمد أنت موجود وين الآن؟ قال أنا في دبي. قال ممتاز، أنا بعد أسبوع بجي رحلة لدبي، عندي شغل ومنها أعمل معك مقابلة وممكن أوقع معك العقد. وفعلا جاء المدير الإقليمي لهذه الشركة الكبيرة
واختبر أحمد وعمل معه مقابلة شخصية واقتنع اقتناع كلي بأحمد، ووقع معاه العقد وعينه مدير لقسم الجودة في الشرق الأوسط للشركة براتب عالي جدا جدا. وقال الأحمد: يا أحمد، أنا أستأذنك، إحنا بنعينك في جدة لأن عندنا مشاريع كبيرة في المنطقة الغربية وفي المناطق المقدسة في العاصمة المقدسة مكة، فلذلك إحنا بنعينك في جدة. تخيلوا يا جماعة الخير، يعني جاك يا مهنا ما تمنى. مهندس أحمد يعني يحب هذا، يحب أنه يتعين في هذه الأماكن لما قلت لكم من حبه الشديد لهذه الديار المقدسة. طبعا الخبرة اللي اكتسبها من الشركة السابقة في قسم الجودة، الصبات الخرسانية والتشطيبات، مكنته أنه يحتل مكانه في هذه الشركة، وفعلا تعين براتب كبير وبالمكان اللي هو يبيه. وكأن الله سبحانه وتعالى يكافئ أحمد على ثباته وعلى حرصه وعلى حبه لرب العالمين. أحمد بعد فترة نقلوه من جدة إلى مكة، فصار في وسط مكة يا جماعة الخير. أحمد استمر في دراساته، حضر الماجستير وحصل على دورات عالية، وهو لا يزال من كبار المهندسين في هذه الشركة العالمية. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهندس خالد يقول: ما فقدت ثقتي في أحمد، أنا أعرف أنه كفو، وأعرف أنه يستاهل، وأنا أعرف أنه رجل بار بوالديه وبار بأهله، وقبل ذلك بار بربه سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خلونا ننتقل لعطرنا الثالث. هذه قصة يا جماعة الخير حصلت عام 1288 للهجرة. طبعا أنتم حولوها ميلادي يا جماعة الخير، خلاص 1288 للهجرة، لتاجر اسمه عايد التميمي. عايد التميمي تاجر من تجار القصيم وبريدة تحديدا. كان هذا الرجل له تجارات منوعة، بعض الأحيان يسافر للهند عن طريق البحر، يروح للشرقية من هناك ويسافر، وبعض الأحيان يروح رحلات داخلية يتاجر فيها. كانت من طرقه في التجارة أنه يطلع من القصيم ويأخذ معه مجموعة رجال رعيان رعاة، يأخذهم معه ويطلع. وين يروح؟ يروح لشمال المملكة، شمال الجزيرة العربية، إلى قبيلة عنزة وسبعة تحديدا من عنزة، سبعة فخذ من عنزة. يروح هناك يلفي على شيخ من مشايخهم اسمه حمد بن شتيوي، الله يرحمهم جميعا، يتضيف عنده ويجلس عنده فترة، ثم يشتري منهم إبل وغنم. وبعد ما يشتري إبله وغنمه يطلع هو ورعيانه معه مجموعة كبيرة من الرجال يشتغلون معه، يطلع ويأخذهن المصر ويروح هناك يتاجر فيهن بيع وشراء في مصر. مرة من المرات وصل إلى قبيلة عنزة في شمال الجزيرة العربية، وعند حمد بن شتيوي ما غيره. وبعد ما جلسوا وارتاحوا بدأ يشتري البضائع من هؤلاء تجار القبيلة، شرى منهم إبل وشرى منهم غنم، وقرر أنه يطلع ويسافر لمصر. وفعلا طلع عايد التميمي ومعه الرجال من الرعاة وغيرهم، وانطلقوا إلى مصر. وهم في الطريق وإذا بفرسان من قبيلة عنزة من عند الشيخ حمد بن شتيوي جايين في أثر عايد التميمي وجماعته. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا يا مرحبا يا هلا. يقول لهم عايد التميمي: الله يحييكم، اقلطوا يعني تفضلوا. وفعلا انزلوا الجماعة. يا شيخ عايد، حنا والله ما جينا نتهمك ولا جينا نقول بك شيء، حنا نعرفك ونعرف وش أنت، لكن اللي معك ممكن يكون أحد منهم سواها. حنا فقدنا 500 ريال فضة. أول كانوا يتعاملون بالريال الفضة الفرنسي، فقالوا له حنا فقدناها. فعايد التميمي بسرعة كذا قال لهم: إي والله يا جماعة الخير، فيها أحد الرعيان جاني
وقال إنه لقى صرة فيها 500 ريال فضة. وأنا بصراحة خفت إنها تكون طايحة مني، يعني أقول لكم عنها، وقلت يمكن تكون طايحة منكم وتفقدونها، فأنتم إن فقدتوها وسألتوا أعطيناكم، وإن ما سألتوا معناها أنها مستأمنة عندي وانتظر صاحبها يجيني. لكن بما أنكم أنتم سألتوها الحين فهذه 500 ريال فضة، تفضلوها واعذرونا في الصرة ضيعناها يعني وفقدناها. فقالوا له الله يجزاك خير، الله يجزاك خير يا شيخ عايد وبيض الله وجهك. وفعلا الجماعة راحوا ورجعوا للشيخ حمد بن شتيوي. بعد فترة الجماعة ذول العنوز لقوا صرتهم اللي هم فاقدينها، فقالوا يا جماعة الخير حنا حرجنا الرجال وحطينا الرجال في مزنق، الرجال شرى سمعته وسمعة الناس اللي معه ولا جادلكم ولا شيء، عطاكم 500 ريال فضة، فوش رأيكم وش نسويها الحين حمد بن شتيوي يقول لجماعته. فقال واحد منهم حكيم أنا أقترح إن حنا نشتري له إبل بهالمبلغ، وكان المبلغ زين، ونربيها له ونخليها عندنا ترعى معنا حتى يجينا في يوم من الأيام، لأنه ممكن ما يجي، يمكن يطول ما يجي، فإحنا نشتري له. قالوا والله رايك راين تمام الله يجزاك خير. فعلا اشتروا إبل وخلوها عندهم. وبعد 3 سنين مرهم عايد التميمي على عادته اللي كان يسويها. لاحظوا ما تغيرت نفسيته ولا تغير أسلوبه حتى، وجاء وقلط وكان في ضيافة الشيخ حمد بن شتيوي. وبعد ما جلس عنده وبدار الحوار بينه وبينه قال له الشيخ حمد بن شتيوي الله يرحمهم جميع، قال له يا عايد أنت في ذيك السنة عطيتنا 500 ريال فضة وحنا لقينا فلوسنا، وحنا والله إننا مستحيين منك إن يوم نقول لك ونحطها فيكم وحنا اللي فاقدينها، لكن ترانا شرينا لك فيها إبل وتراها كثرت، تراها زادت وتضاعفت، وهذا من بركة الله لك يا عايد. فقال له عايد لا والله ما تعطيني إلا 500 ريال اللي أنا عطيتكم. قال أبشر بها، هذه خذها وعطها هي، لكن البل. قال البل لا ما أخذ منها شيء. قال له حمد بن شتيوي إلا لازم تأخذ. قال لا ما أخذ. فاحتدم النقاش، فقالوا نحكم بيننا رجال، حكموا بينهم رجال. فقال الرجل أنا أقول تقسمونها بالنصيفة، يأخذ نصفها عايد التميمي وتأخذون أنتم يا قبيلة عنزة السبعة من عنزة اللي هو حمد بن شتيوي تأخذون نصها. ليه؟ لأن رأس المال من عند عايد التميمي والعناية كانت من عندكم، فأنتم شركاء. فكان الرأي جميل، قسمها بينهم وطلع الجميع وهم مرفوعين الرأس يا جماعة الخير بهذه الأفعال الجميلة من حفظ الأمانة، من المرجلة والأسلوب الجميل في رد الجميل. عايد التميمي ما أراد يحرج أصحابه ولا أراد يشكك فيهم، فتحمل 500 ريال فضة علشان أصحابه. حمد بن شتيوي هذا الرجل الأمين ما قبل أنه يأخذ هذه الأموال ويسكت عنها، بل راح ونماها لهذا الرجل. فعلا يا جماعة الخير الرجال معادن، الله يجعلنا وإياكم من